السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الوالدين، الأب أو الأم، لو وصلوا بهم السن لأرذل العمر أو مرضوا وما يقدروش يتحركوا، إن كان الأب أو الأم، المفروض مين اللي يراعيهم في كبرهم بعد ما أفنوا عمرهم في تربية ولادهم، تعليمهم وجوازهم، وخلاص الصحة ما بقتش صح، رجليهم مش قادرة تشيله، مش قادر أو مش قادرة تقوم بطلبات بيتها. المفروض مين اللي يراعيها في السن ده أو في الظروف دي أو في الوقت ده؟ ابنها ولا مرات ابنها ولا بنتها اللي متجوزة؟ ابنها هيقولك أنا بشتغل وباجي آخر النهار تعبان وهلكان، وببقى عايز أقعد مع أولادي ساعتين 3 قبل ما أنام. ومرات الابن، الناس بيقولوا إن هي الشرع بيقول إنها مش مطالبة بخدمة حماتها. طب بنتها، يقولوا إن لو جوزها منعها يبقى هي لازم تسمع كلام جوزها، لازم تطيعه، حتى لو ماتت وقال لها ما تروحيش يبقى ما تروحش. طيب ده كلام الناس، أو بمعنى أصح في بعض الناس فعلا بيعملوا كده. طب يودوها مثلا دار مسنين، ودار المسنين برضو بيبقى عايزين فلوس، أو يجيبوا لها واحدة تخدمها. طيب ما همش فلوس يدوها للست اللي هتقوم بخدمتها. حتى لو معاهم فلوس وجابوا ست، يبقى لازم هما برضو يرعوها ويشوفوا الست دي قايمة بواجبها فعلا، بتغير لها، بتنظفها، بتأكلها، بتنظف الشقة، بتدي لها العلاج في الميعاد على الأقل، يعني يشوفوها. طب مين بقى اللي يشوفها؟ مين اللي يراعيها؟ ولادها كلهم، إن كان ولد أو بنت أو مرات ابنها. وإحنا مش هنمشي بالقانون، إحنا بنمشي بما يرضي الله. ومصيرك يا مرات الابن تبقي حما، اعملي حساب لبكرة. الشباب مش هيدوم، مفيش حاجة دايما، لا شباب ولا صحة ولا عافية ولا أي حاجة. وابنها، الفلوس اللي انت بتجري وراها والشغل اللي انت بتجري وراها ده مش هيتبقى لك منه حاجة. ان انت عايز ببركة دعواتها، فضي لك وقت بعد ما تخلص الشغل تراعي امك فيها، تشوفها على الاقل، يعني تشوفها خدت العلاج ولا لا، صحتها عاملة ايه، انت عاملة ايه يا ماما. هات ولادك، تعالوا يا ولاد شوفوا تيتا، شوفوا اكتبوا مواعيد العلاج ده من الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، وشوفوا راعوا تيتا. ليه؟ لأن انت مسيرك هتبقى مكان تيتا، وولادك مسير هيعملوا اللي انت بتعمله دلوقتي مع امك، هيعملوا فيك. الايام بدولة، يوم لك ويوم عليك. انت لازم تعمل كده، مش اجبار ولا حاجة من نفسك، لكن انت تجبر ولادك، تجبرهم على رعاية تيتا، السؤال عليها. البنت المتجوزة واجب عليها تشوف امها،
وقبل هي ما يبقى واجب عليها واجب على جوزها. ما هو انت لما تعمل فيها كده ولادك هيعملوا فيك كده. وممكن هي نفسها مراتك ترميك ولا تسأل فيك لما تعي وتكبر، سنك يكبر وتتعب، زي إذا كانت هي أمها اللي خلفتها رمتها، مش هترميك انت؟ هترميك. فلازم انت تدور على بكرة، لأن الأيام والصحة مش مضمونة يا ابني، مش مضمونة. الأيام بدولة يوم لك ويوم عليك. تبعت مراتك وأولادك كمان للست اللي تعبانة يخدموها. طب بيقولك لو حتى جارتك، يعني فلنفترض ان جارة تعبانة وملهاش حد، ما خلفتش مثلا وما عندهاش حد، او اهلها بعيد عنها، او ايا كانت الظروف، تفتكر الجيران بيسيبوها؟ لا ابدا. الجيران بيروحوا يشقروا عليها ويعملوا لها يعني الاكل اللي هم بيعملوه في بيته، بتاخد طبق وتروح ودي لها وتوكلها وتشربها وتدي لها العلاج. وجارتها التانية دي والتانية دي، الدنيا مهما كانت فيها وحش لسه برضو فيها خير. الدنيا بخير. واجب على أولادها وأحفادها يرعوها. وربنا ما يحوجكم يا رب ولا يذلكم، ولا يحوجني ولا يذلني، لا الولد ولا البنت. اللهم آمين. كل عام وانتم بخير. رمضان فاضل له 3 أيام. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله. تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.